السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الفيديو تاع اليوم كما وعدتكم راني وفيت بالوعد نتاعي، قلت لكم نهار نطلع على الدوار بربي ان شاء الله راني نصور لكم فيديو باهي خفيف ظريف فيه طاقه ايجابيه كبيره بزاف. خلاص راني طلعت الفلالس نتاعي تاع الكوطه الثانيه، هذيك اللي ما نجحتليش فيها كميه كبيره، وراني زدت عاودت الكوطه الثالثه والحمد لله جاتني كميه كبيره. طلعت الكوطه هذه تاع الدجاج، يعني تقريبا 31 دجاجه، راني حطيتها في الكراج هذا وحاولت نصور لكم الاجواء اللي عشناها، يعني جزء برك من الاجواء لانه جو خريفي جميل بزاف. خلاص جو دافي، مع انه كاين سحاب بصحي، الجو راكح ما كانش رياح، كاين سحاب برك والاشعه تاع الشمس هذيك دافيه ومليحه بزاف. خلاص انا راني جيت للدوار، نجي تقريبا مره في الشهر ندي طاقه ايجابيه وندي واحد الطاقه هكا نكمل بها تقريبا الشهر اللي جاي كامل حتى نتوجد لي الكوطه اللي وراها باه نزيد نرجعها ونزيد نعمر هذيك الطاقه نتاعي ونشحنها مليح باكي نرجع للفلاج نلقى روحي بلي عندي طاقه مليحه بزاف. خلاص في الفيديو تاع نهار اليوم راح نعت لكم المشروع نتاعي ونوصل الدجاجات نتاعي تاع الكوطه الاولى قد ما هو الحجم نتاعهم الله يبارك راهم كبروا. راح نعت لكم البلاصه اللي حطيتهم فيها، راني نقلتهم من البلاصه هذيك اللي كانوا فيها، وراح نعت لكم يعني وش هو المستقبل تاعهم. راح نقول لكم على كل الافكار اللي مدايرتها في بالي واللي راني قاعده نمشي عليها بربي. ان شاء الله ان شاء الله ديروا زيي، وان شاء الله تتحمسوا وتخدموا حتى انتم من المشروع نتاعكم وان شاء الله تنجحوا فيه. هادو هما الفلالس تاعي تاع الكوطه الثانيه. اللي متابع القناه تاعي راه على بالو بلي درت الكوطه الاولى جبت تقريبا 95 دجاجه راهم كبروا لي دركا الحمد لله، وزدت الكوطه الثانيه خسرت فيها بزاف تقريبا مليون. فزد لي البيض في الايام الاخيره نسبه الرطوبه طلعت لي بزاف وتخنق لي البيض كامل، خرجوا لي منه هذو يعني قدره. هذو خرجوا هكاك هما الاولين، منعوا لي تقريبا 33، ماتوا لي زوز قعدوا لي 31 فلوس، هذو كامل تاع في يومي راني طلعتهم لهنا. تقريبا دوك العمر نتاعهم راهو شهر و10 ايام لكن كثروا. لكن تشفاو على هذه البلاصه راني كنت حاطه فيها الدجاجات نتاعي تاع الكوطه الاولى، راني كنت حطيتهم لهنا حتى كبروا خلاص، وكي قربوا يوصلوا هذو المرحله هذه بدينا نخرجوا فيهم للجهه الاخرى تاع الكراج. الحمد لله راهم كبروا لي هذوك، وهذو بربي ان شاء الله راح نزيد ندير نفس الحكايه معاهم، راح نخليهم لهنا حتى يكبروا لي، ومن بعد توجد الكوطه الثانيه اللي لهنا الثالثه تسمى الكوطه الثالثه. راي الله يبارك في الدار، راي خرجت لي بكميات مليحه، كميه الله يبارك بزاف. بربي ان شاء الله نهار يوجدوا لي يوصلوا تقريبا شهر و10 ايام كيما وجدوا هذو ننقلهم نقلبهم على الكوطه الاولى ونزيد نجيب الكوطه الثانيه نحطها هي لهنا. وهذه اللي هنا اللي تشوفوا فيها راي كاتريس، راي تمد لها مريم في الكاشير قالت لها ندلك شويه لخاطر كما على بالكم طلعناها على الدوار، راي تصيد في الفيران قايمه بالامور. ماهيش مرفه تهبط بزاف اللي هنا للكراج، حتى الخرفان هذو راهم محايرين فيها احنا نضحكوا عليهم. مريم قالت لي باغيه نصورهم هما يقدموا ليها على خاطر يعني تقريبا حنايا ما نكونوش نصوروا هما يصراو لقطات ملاح على هذيك. مريم تمد لها في الكاشير تقدم شويه لان عجات صح ما صلحتش يعني. وهذا الفلوس راهو من الكوطه الاولى خلاص زي ما مخدوم تقول له رب القبض رواح على خاطر هذا من الضو بزاف في هذيك الشمبره اللي حطيت فيها هذوك الفلالس، من الضو بزاف دالهم واحد التوتر هكا قعدوا ينقبوا بعضهم في الذفاره نتاعهم تقريبا ديما يتجرحونا. هذا مع التجرح خرجناه على خاطر كي يتجرح بعد لازم تخرجوه على خاطر يبقاو ينقبوا فيه للاخير، لازمك مع تشوفوا التجرح بعدا تخرجوا، ولازمكم تنقصوا لهم الضوء على قدر الامكان لانه يسبب لهم التوتر ويوليو ينقبوا في بعضها. وهذا اللي راكم تشوفوا فيهم راهي الكوطه الاولى نتاعي اللي خرجت لي 95 هكاك دجاجه الحمد لله راهم كبروا، عندهم دركا تقريبا شهرين و5 ايام ولا 6. هذه الكوطه الاولى اللي قلت لكم كانت في البراكه هذيك اللي في الاول، بعد اللي حطيت فيها دركا الدجاج تاع الفيومي.
راني قلت لكم نحطهم لثما ومن بعد نقلبهم لهنا. انا كنت معوله نحطهم اللي هي خلاص في الاخر تاع الكراج، ندير لهم شومبره صغيره بالشباك برك ونحطهم. وكما قلت لكم راني قليل ونطلع على الدوار. على هذيك حطهم الراجل تاعي يطلقهم هكاك فرات ونحى عليه، طلقهم في الكراج كامل راهم يسرحوا ويمرحوا. بصح مليحه ليهم، راهو الجو لهنا دافي الله يبارك، قفلنا لهم تيقه الكراج. يعني امورهم كامل مريقله الله يبارك. شوفوا لهنا الكميه تاعهم راهي تبان قليله بزاف، على خاطر البلاصه اللي راهم حاطينهم فيها راهي كبيره الله يبارك بزاف، راهم بزاف شنابر هذو داخلين في بعضهم، وراهو كراج طويل. على هذيك الدجاجات نتاعي راهم يبانوا قلال فيها، بصح الله يبارك راهم يعني الكميه راهي مليحه. حطيت القطه هذه الاولى وحطيت القطه الثانيه هذيك اللي ما خرجت ليش بزاف، اللي فزدت لي في الرطوبه، اللي طلعتها درك. القطه هذه اللي طلعتها درك على الدوار تاع دجاج الفيومي. راني منعت 31 هكاك دجاجه، يعني ديكو دجاجه ما على باليش قداه العدد ما حسبتهمش، يعني قداه ديكو قداه دجاجه. المهم العدد الاجمالي تاعهم راهو 31. لقيت دجاجه ثم ما فشلتش، قلت معليش حطيت القطه هذيك خسرت فيها تقريبا خسرت دراهمي كامل راحوا لي، حطيت فيها تاع البراهمه وراحوا لي كامل تقريبا خسرت 1 مليون هكاك. والحمد لله راني زدت قلت لكم راني نخدم من الدراهم تاع البطاله. راهو الشهر اللي كل ما يفوت شهر راني نسلك نشري البيض ونشري الدجاج، نشري من عندهم بعد من دراهم تاع البطاله نشري الاكل نتاعهم. راني قلت لكم الشهر الاول راني نوكلهم ديماراج ساك، راه والله يبارك يطلعهم وفيه الفيتامينات وفيه كل شيء قوي. هذيك الدجاجه يعني الكركاس نتاعها كبير راهي تجي الله يبارك مليحه خلاص. ومن بعد كي نطلعهم لهنا الدوار يتسمى شهر و10 ايام ولا كي نطلعهم لهنا نولي نخلط لهم النخاله هذيك مع الديماراج ونمد لهم، ومن بعد كي نطلقهم في البلاصه هذه اللي لهنا راني نقلب لهم نخاله عاديه خلاص. وساعه ساعه نطيش لهم شويه خبز يلعبوا به بركه مش يشبعوا، على خاطر الخبز راه يدير لهم الامراض راه يضرهم في المصران نتاعهم. ولهنا راني جبت لهم معايا من الدار، جبت لهم شويه فلفل، جبت لهم شويه بصله، وجبت لهم شويه ثوم. قعدت معاهم خليت بناتي يلعبوا برا وقلت لهم خليوني نريح شويه مع راسي، نريح مع الدجاجات نتاعي، نريح في العالم نتاعي اللي يعجبني بزاف خلاص. قعدت معاهم وركحت راسي ونشوف معاهم ويعني نتخيل نتفكر يعني نقول زعما من على عام قد ما يكونوا عندي احلام. نبني في الاحلام نتاعي غير بالدرجه، والاحلام نتاعي انا مانيش نبني فيهم هكاك برك حلم برك في الخيال، راني قاعده نجسد فيه على ارض الواقع. والحمد لله ربي عاطيني يعني عاطيني شهريه هذه تاع المنحه البطاله، راني نخدم بها بشي اللي قدرت. ساعه ساعه يعاوني الزوج نتاعي، يعني ساعات كيما ما يكفيونيش باه نشري فاكسا ولا نشري شويه الاكل راهو يزيدني من عنده شويه. والحمد لله راهو المشروع نتاعي يمشي على مليح راس مريقل تقريبا على واش نديره في راسي. راهو العام الاول هذا راني انا اللي نخدم على الدجاج نتاعي، يعني انا اللي نتعب نشري الفقاصه نشري لها اللوازم نتاعها كامل، ونشري البيض ونتهلا في الدجاج نتاعي، يعني من جهه الاكل ومن جهه الادويه وكلش. العام الجاي بربي ان شاء الله كي يوليو يبيضوا لي هذا الدجاجات نحفظ عليهم ويكبروا لي ويوليو يبيضوا، يولي هما يخدموا على روحهم، يعني بالبيض نتاعهم نبيع البيض ونزيد نخدم شويه في الفقاصات من البيض نتاعهم بعد نبيع، ونولي نطور المشروع نتاعي بربي ان شاء الله. حابه ندخل سلالات ملاح، حابه نخدم اقفاص في الاخر تاع الكراج هذاك، نخدم اقفاص يعني كل سلاله نحطها وحدها. حابه ننتج يعني بيض مليح تاع سلالات مليحه كيما الاسترالوب والبراهما الارميني يعني بزاف سلالات ملاح بزاف خلاص هم يخدموا بهم دركا. حابه نجرب حتى بنايا ونخدمهم بربي ان شاء الله. العام الثالث بربي ان شاء الله راح يوليو هما يخدموا عليا. تسمى انايا الامد نتاع هذا المشروع راهو طويل. كاين بزاف ناس يضحكوا عليا يقولوا لي من لهذاك الوقت وراكي شبعتي ميزيريه وراكي دراهمك كامل خسرتيهم، بصح انا مقتنعه بالفكره نتاعي، وراني عندي واحد تخشان الراس هكا كي ندير حاجه في راسي راني نحب ننفذها بربي بربي ان شاء الله ننفذها، مهما يجيوني صعاب ومهما يجيوني معوقات. او موش دركا تبان لك اللي راني نجيب البيض هذاك نحطه هكا في الفقاصه يخرج لي واني راني رايحه والدنيا ماشيه، لا راهم يصاولي بزاف مشاكل.
وبزاف ضغوطات دراهم باه نلمهم ونشري ديك الحاجه، وساعات تفزد لي الماشينه، ساعات تكسر لي منها مثلا بياسه، والله نزيد نشري يعني بياسه اخرى بالدراهم. او ساعات نقعد معاهم كيما ذاك النهار ليله كامل وانا حاكمه هذيك اللي نشعلوا منها الماشينه، وقاعده هكا برك نتسنى في النهار يطلع، على خاطر الله غالب لازم للنهار فسدت لي هذيك اللي نشعلوا منها قفله، لازم نزيدو نشري واحده اخرى. ولو كان نطلقها راح تطفع البيض هذاك اللي في الفقاصه، على هذه لازم نقعد معاها انا ليله كامل، وقعدت معاها ليله كامل والنورمال خلاص، لاني راني قاعده نجاهد باه نحقق الحلم نتاعي، وان شاء الله يا ربي نحققه، وان شاء الله يا ربي كل انسان متمني. راهي كاينه واحد الاخت اللي هنا قالت لي طلبي لي ربي ان شاء الله يرزقني ونشري فقاصه، ان شاء الله يا ربي يرزقها ويرزق كل انسان مشتهي، وكل انسان يحب يخدم بالحلال، وكل انسان عنده فكره في راسه يحب يجسدها على ارض الواقع، ان شاء الله يا ربي يحقق له الحلم نتاعو، ونحكموا في ربي ونخدموا بالشيء اللي عندنا، وبربي ان شاء الله ننجحوا كامل. كل انسان عنده فكره في راسه ان شاء الله يا ربي ينفذها. ومن بعد كي خلصت مع الدجاجات مديت لهم ياكلوا، مديت لهم يشربوا، قفلت عليهم وخرجت ورحت انا وبناتي نلموا الحلزون اللي راكو تشوفوا فيه لهنا. هذا هو البوجغللو نسميوه حنايا هكا اسم غريب. هذا اللي لهنا لاصق راه ما نلموهش لانه مازال فيه الحلزون من داخل، والله اللي تلقاه ثاني مقفول عليه بواحد القطعه هكا بيضه زي قطعه تاع قماش بيضه. هذاك راهو فيه الحلزون ما كان له دور بيه، حنا نلبو غير اللي فرغان. لمينا ثاني هذا الخبيز، اكيد راني نلب فيهم للطيور نتاعي. الحلزون راهو مليح بزاف خلاص للكالسيوم، راح نغسلوه ونرحيوه ونمدهولهم بربي ان شاء الله، والخبيز كذلك راح نغسلوه ونمدهولهم ياكلوه. لهنا راني مع العشيه خلاص تقريبا، لهنا خلصنا النهار نتاعنا. خلص لي شارج البورطابل، ما قدرتش نصور لكم وقت المغرب بعد هذاك الجو اللي مليح خلاص، هذاك تاع الظلمه، هذاك جو مليح بزاف، يعطي واحد الراحه، واحد طمأنينه، واحد كي تعود نتيا في الظلام خلاص وتشوف الهيه خلاص، تشوف اضواء خافته، تحس روحك في عالم اخر، تحس روحك معزول على الناس وعلى الضجه هذيك تاع الناس، وتركح مع راسك كما يقولوا، تتخلوى مع راسك. ان شاء الله يا ربي يحقق لي يا ربي الحلم نتاعي ونطلع نعيش لهنا في الدوار. نقعد مع الدجاجات نتاعي ونربي اكبر عدد ممكن من الحيوانات. سامحوني على الصوت نتاعي راهو شويه مبحح، راني شويه مريضه. وصلت لهنا لنهايه الفيديو، وصلت لحكمه اليوم كما كل مره. حكمه اليوم تقول: حلمك ليس له تاريخ انتهاء، خذ نفسا عميق وحاول مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.